بسم الله الرحمن الرحيم. أتشرف بتلاوة الرسالة الملكية التي يوجهها مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله إلى شعبه الوفي في موضوع أضحية العيد. ما يواجه بلدنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم مهم بزاف، لحقاش جبت لكم جوج ديال المواضيع اللي كيهموا المغاربه كاملين واللي دايرين واحد البوز وحالين واحد النقاش كبير في الراي العام المغربي. الموضوع الاول واللي خرج الديوان الملكي البارح ان الشريعه ديال عيد الاضحى غادي تلغى بصفه نهائيه هذه السنه هذه. هادشي علاش خليك معايا حتى لاخر الفيديو باش نهضروا في الاسباب ديال هذا الموضوع هذا. اما بالنسبه للموضوع الثاني هو داك الدري اللي كيبيع الحوت باثمنه اللي طايحه بزاف وخلات المغاربه كاملين والراي العام كامل يهضر عليه. كما قلت لك قبل بغيتك تركز معايا مزيان في هذا الفيديو باش تفهم بزاف ديال التفاصيل اللي غادي نحاولوا نشرحوها ونشوفوا داكشي كامل اللي كاين واش صحيح ولا لا. كما ديما بزاف ديال الناس كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي ولكن ما كيديروش سبسكرايب. خاصك تعرف بلي راه كتعاونني بها بزاف وكتبين لي بلي المحتوى ديالي غادي في الطريق الصحيح. اما بالنسبه للانستغرام وفيسبوك ديالي راه كنحطهم ديما في صندوق الوصف، راه كنحط فيهم ديما شي حوايج اللي عندهم علاقه بالفيديوهات اللي كندير، وتما تقدر تشوف وتتابعني على بزاف ديال المواضيع. نكملوا الفيديو ديالنا. الاسئله اللي غادي نطرحوا في هذا الفيديو اليوم هي شنو السبب وراء هذا الشيء كامل اللي طاري، وشنو هما ردود الفعل ديال الجمهور بالنسبه للالغاء ديال الشريعه عيد الاضحى، ولا بالنسبه للدري اللي كيبيع الحوت بديك الاثمنه اللي طايحه بزاف. واهم سؤال، واش هذا الشيء اللي طاري كامل عنده واحد التاثير كبير على الاقتصاد ديال المغرب في المستقبل؟ عيد الاضحى ماشي اول مره غادي يتلغى في التاريخ ديال المغرب، هذه المره الرابعه اللي غادي يتلغى فيها. اول مره كانت في 1963 بسبب حرب الرمال اللي خلقات واحد الازمه في السوق المغربيه، وهكا كانت تلغى عيد الاضحى. والمره الثانيه كانت في سنه ديال 1981 بسبب الجفاف اللي خلى ان الماشيه توفى بواحد العدد اللي كبير، وهكا كان خلق واحد الازمه اللي خلات الناس انهم ما يعيدوش. وفي عام 1996 بسبب واحد الموجه ديال الجفاف اللي كانت كبيره واستمرت واحد المده طويله، وهكا كان عندهم نقص في عدد الماشيه وخلات حتى الناس انهم ما يقدروش يعيدوا عاوتاني. ودابا في 2025 نفس السيناريو كيتعاود عاوتاني بسبب الجفاف اللي خلى النقص في عدد ديال الماشيه اللي وصلت ل 3 ديال المليون راس على حسب اخر احصاء كان دار. البارح كان خرج الديوان الملكي بواحد القرار اللي رسمي وكيقول فيه بلي الشريعه ديال عيد الاضحى غادي تلغى هذا العام بسبب مجموعه ديال العوامل اللي غادي نهضروا عليها في الفيديو. ولكن هذا القرار هذا ما كانش مفاجئ بزاف ولا كان شي حاجه اللي جديده، لحقاش قبل اللي يتعلن رسميا خرجوا شي اشاعات قبل وكانوا كيقولوا بلي هذا العام ما غاديش يكون عيد الاضحى، وانت براسك غادي تكون سمعتيها في الزنقه ولا في داركم ولا مع شي صاحبك ولا مع الناس اللي كتعرف. ولكن البارح كان التاكيد الرسمي وهذا الشيء اللي كانوا الناس كيتسناو. السبب الرئيسي هو الجفاف اللي كيعرفوا المغرب. هاد السنوات الاخرى المغرب ما كانوش فيه تساقطات ديال الامطار اللي كانت كثيره بزاف، وهذا الشيء يقدر ياثر على الماشيه وعلى الفلاحه، الحاجه اللي خلات الثمن ديال الحواله يطلع بواحد الرقم اللي خيالي بزاف. ومورا بزاف ديال الدراسات عرفوا باللي اغلبيه ديال الناس هذا العام واغلبيه ديال الاسر ما غاديش يقدروا يتمكنوا باش يشريوا الاضحيه ديال العيد. وهنا قرر الملك محمد السادس باش يتدخل ويخفف الضغط ديال الاضحيه على المغاربه كاملين. بالنسبه للناس كيفاش تفاعلوا مع هذا القرار هذا، بزاف اللي قبلوا هذه الفكره هذه خصوصا الناس اللي القدره الاستطاعيه ديالهم باش يقدروا يشريوا ما كانش مناسباهم. يعني كما كنعرفوا الطبقه المتوسطه والضعيفه هما اللي كانوا غيتضرروا. بزاف ديال العائلات كيمشيو يتسلفوا باش يقدروا انهم يشريوا الحولي. ولكن عندنا من الجهه الثانيه الناس اللي عارضوا هذا القرار هذا وكيقولوا بلي العيد ماشي غير اضحيه بوحده، وانما انك تجمع مع العائله والعباده حتى هي. هذا وقرار ديال الالغاء كان خصو يكون اختياري، يعني اللي عنده يقدر يشري واللي ما عندوش ماشي ضروري باش يشري. اما بالنسبه لاكبر فئه اللي متضرره دابا حاليا هما الكسابه ولا الناس اللي كيستثمروا في الماشيه. ايش خاصك تعرف بلي كاينين الناس هذه هي حياتهم وهذه هي الخدمه ديالهم، كيربي واحد الماشيه باش يعاود فيها البيع، وهذه هي البلاصه الوحيده اللي يقدر يجيب منها الفلوس. حتى دوك الاسواق الاسبوعيه اللي كيتباع فيها جميع انواع ديال البهايم كاين فيها واحد الركود اقتصادي كبير، وهذا الشيء راه ممكن ياثر على الفلاحه بواحد الشكل اللي كبير بزاف. اما بالنسبه للموضوع الثاني واللي دار واحد الضجه كبيره بزاف هو الدري مول الحوت اللي كيعيطوا ليه بعبد الاله. في نفس الوقت مع هذه الازمه ديال عيد الاضحى خرج هذا الدري هذا اللي ملقب بمول الحوت، والطريقه كيفاش انه قدر يماركيوتي راسو وقدر انه يبين الاثمنه الحقيقيه. دارت واحد البوز كبير خصوصا في المارشيات ديال الحوت، في المرصات وكاع المناطق اللي كيتباع فيهم، حيت الثمن اللي كان كيبيع به راه غيصدمك بزاف، هو 5 دراهم مقارنه مع بلايص اخرين اللي كتمشي ليهم واللي كتشريه في 10، يعني الثمن اللي مضوبل بزاف. غتسولني علاش بالضبط؟
هذا الموضوع هذا دار واحد البوز وخلق واحد الراي عام اللي خلى الناس كاملين كيهضروا عليه. فين ما مشيتي تقدر تخرج للقهوه، طاكسي، طوبيس، اي بلاصه مشيتي ليها غادي تلقى الناس كيهضروا عليه. هذا السيد ما يخرجش يبيع الحوت بهذه الاثمنه هذه، في نفس الوقت الناس كيشوفوا اثمنه طالعين بزاف في بلايص اخرين، حيت السردين في بلايص اخرين واصل حتى ل 20 درهم ولا اكثر. فكيفاش هذا السيد يقدر يبيعوا بهذا الثمن هذا اللي رخيص وفي بلايص اخرين تيبيعوه بثمن طالع؟ هنا عاوتاني غادي يوليو عندنا جوج ديال الاراء وغادي يتفرقوا الناس على جوج، حيت كاين اللي كيشجعوا كيقول هذا الشيء اللي خاص يكون وتكون واحد المقاطعه لجميع المواد الغذائيه، حيت الصراحه الاثمنه ديالها ولات طالعه بزاف على القدره الشرائيه ديال المواطنين. وفي نفس الوقت خرجوا الناس اللي كيبيعوا حتى هما الحوت والصياده ديالو اللي مقلقين بزاف وما عاجبهمش الحال، كيقولوا باللي هذا السيد هذا كيبيع بواحد الثمن اللي منافي للسوق، يعني غادي يطيح عليهم المارشي. وقالوا باللي هذه الطريقه اللي كيبيع بها راه كتهدد لهم الرواج الاقتصادي ديالهم وداير عليهم واحد الحمله اللي غادي تخلي بزاف منهم انهم يخسروا راس المال ديالهم. دابا القضيه كبرات بزاف ولا كلشي كيهضر عليها، ولكن كيفاش غادي يتعاملوا معها؟ واهم سؤال هو واش هذا الحوت غادي يبقى بالثمن الرخيص ديالو ولا غادي يزيد يطلع، ولا شنو هو التغيير اللي غادي يكون في السوق؟ مالين الحوت بداو كيهاجموا هذا السيد هذا وكيقولوا باللي هذه راه فوضى كبيره اللي كيدير، والاثمنه ديال الحوت خاصها تبقى كما هي. ولكن الناس اللي كيشريو من عنده فرحانين بزاف وكيقولوا باللي الاثمنه هذه مزيانه لهم، وبهذه الطريقه يقدر يكسب كليان بزاف اللي غادي يوقفوا معاه في جنبه وكيشهدوا ليه باللي ان الحوت ديالو مزيان، والعكس كما كيقولوا بزاف ديال الناس انه قديم. ولكن واخا هذا الشيء كامل صيفطوا ليه واحد اللجنه اللي مسؤوله على مراقبه الاسعار باش يتاكدوا واش هذه الاثمنه اللي كيبيع بها واش مناسبه للسوق ولا لا. هذا الشيء اللي فتح نقاش كبير، اضطروا انهم يغلقوا ليه المحل ديالو واحد المده صغيره باش يتاكدوا من هذه المعلومات كامله واش صحيحه ولا لا. مي حاليا الوضعيه ديالو كما خرج في اخر فيديو كيقول باللي راه ما طاريه ليه حتى شي حاجه، امور غادا مزيان وباقي غادي يخرج يبيع بنفس الثمن اللي كان كيبيع به من قبل. المغرب كيتغير وكل نهار كنسمعوا واحد القرارات اللي هما جداد، كاين اللي ايجابي وكاين اللي كيخلي واحد الجدل وكيخلي الناس يخرجوا يهضروا كاملين. بحال القرار ديال الغاء الشريعه ديال عيد الاضحى هو قرار اللي كان شجاع وما كانش سهل باش يقدر يتخذ، ولكن في نفس الوقت عنده واحد التاثيرات اللي غادي يكونوا كبار. حيت تخيل معايا مثلا الا انك ذبحتي هذا العام هاد 3000 راس وتسلفتي في نفس الوقت باش تقدر توفر لكاع الناس الاضحيه ديالهم، راه غادي تدخل في واحد الازمه اللي غادي تكون خانقه، غادي تقضي على السلاله ديال الماشيه اللي عندك، وغادي تخلي حتى مور العيد ان الثمن ديال اللحم يتزاد بكثر اللي ما فيه هو دابا، يعني يقدر يوصل 300 درهم 400 درهم للكيلو. وفي نفس الوقت مول الحوت دار واحد المبادره زوينه واللي شجعات الناس باش يقدروا يخرجوا يهضروا على غلاء الاسعار، وفي نفس الوقت هددات السوق ديال الحوت كامل حيت قدرات تاثر على الاقتصاد ديال تجار الحوت. بالنسبه لهذا الفيديو نتمنى نكون انني وصلت لكم بزاف ديال المعلومات، وبغيتكم تخليوا لي الراي ديالكم واش هذا القرار ديال الغاء عيد الاضحى عنده علاقه مع هذا الشيء اللي دار مول الحوت ولا لا، وهذا الشيء واش عنده واحد التاثيرات ولا واحد الابعاد على الاقتصاد ديال المغرب من هنا للقدام. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، ما تنساوش انكم تخليوا لي واحد اللايك اللي تسيبورتوني بها ديما، وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم باش نقدروا نوصلوا 1500 ابوني.